أما فيما يخص الظرف الحالي اللي ممكن في لغط، طبعا احنا بعد خروجنا من بوليد تعرضنا إلى غارة من الحلف الصليبي، واستشهدوا معنا 26 من شبابنا من رفاقي، والباقيين كانت كلهم جروحهم بليغة. أنا أصبت في تلك الغارة. غارة كانت قرب وادي زمزم حوالي من شهر، فالإصابة راهي الإصابة اللي عندنا من شهر، وصلنا قرب وادي زمزم من الحلف الصليبي الكافر، وإحنا الحمد لله يعني حتى ما ضربنا الليبيين، ضربنا الكفار والنصارى. وبالتالي الموضوع هنا بالعكس، هنا هو اتفق على أن حتى العلاج يتم هنا في زنتان باعتباره في طاقم طبي ويقدر يجوا أطقم طبية والتخدير هو العملية اللي محتاجينها. احنا هنا قاعدين مع اخوتنا ومع اهلنا، وما في شيء مشكلة، ونشاوروا ونتكلموا ونتناقشوا، وفي كلام واجد نحكوا فيه. لكن هذا في بخص موضوعي الخاص الطبي، ووضع وجودي هنا في زنتان.